2 مراهقين من أسر ميسورة الحال بيقرروا يعملوا جرائم قتل بشعة، ومنها محاولات لقتل جماعي. نفذوا أكتر من 27 جريمة. منظمة سرية أثارت الرعب في أوروبا في وقت من الأوقات. حكاية النهاردة عن منظمة لودفيج، واللي بسببها مات ناس كتير بشكل بشع وبدون رحمة، وكمان اتمثل بجثثهم. ولحد النهاردة محدش عارف العدد الحقيقي للناس اللي كانت جوه المنظمة دي. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. فولفجانج أبل من مواليد 25 مارس سنة 1959. اتولد في مدينة ميونخ الألمانية من عيلة ميسورة الحال بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني في الوقت ده. والده كان رئيس لأحد شركات التأمين، ووالدته كانت ربة منزل. لكن وهو في سن صغير العيلة قررت إن هم ينقلوا حياتهم لإيطاليا علشان شغل والده. فولفجانج ترتيبه التاني بين 3 أطفال، وكان معروف عنه في المدرسة بين المدرسين إنه ذكي واجتماعي جدا، ومحدش لاحظ أي شيء يدل على عكس ده. بالعكس، ده كان عند حسن ظن مدرسينه طول الوقت، لحد اليوم اللي أخته الصغيرة اللي عندها 11 سنة تعبت فيه، وهو كان متعلق بيها جدا. ومعداش وقت كبير وماتت وسط ما كانت كل الناس بتحاول تخلي بالها منها. هنا الحياة قلبت في عينه 180 درجة، وبدأ إن هو يفكر في الموت طول الوقت، وفضل يروح الكنيسة كل يوم عشان يدور على إجابات للأسئلة اللي جوه دماغه. وبالتدريج بقت الصلبان والصور الدينية بتغرق كل أوضته. وفي المدرسة بقى شخص ساكت ومش بيتكلم مع حد طول الوقت، لحد ما ظهر شخص قرر يخرجه من قوقعته دي، وهو ماركو فورلان، مواليد 16 يناير سنة 1956 من أصول إيطالية. طالب متفوق، واتنقل مؤخراً للمدرسة اللي فيها فولفجانج، ويعتبر من عيلة غنية. والده هو سيلفانو فورلان، رئيس الأطباء في مركز الحروق، ووالدته ربة منزل بتربي عيالها تربية دينية. باختصار، كان في روابط كتير مشتركة بين العيلتين. بس الصداقة اللي هتنشأ بين فولفجانج وماركو ما كانتش بسبب التقارب الاجتماعي بين العيلتين بس، كانت بسبب التعلق المرضي اللي بينهم، لدرجة إنهم ما بقوش بينفصلوا عن بعض أبداً. فولفجانج وماركو كانوا دايماً بيتكلموا مع بعض في إزاي يخلوا العالم مكان نظيف من غير كفر ولا دنس ولا شهوات، زي حلم أبناء العالم القديم. بدأوا يدوروا عن الرب علشان يثبتوا لنفسهم إن حلمهم ده ممكن يبقى حقيقة. واستمرت الصداقة دي اللي كان فيها ماركو مهيمن على صديقه المضطرب بسبب موت أخته، وطول الوقت في أفكار بتتصارع جوه دماغه، لحد ما الاتنين اتخرجوا بتفوق من الثانوية. لكن هواسهم هما الاتنين بالأفكار النازية اللي لقوا فيها الطريقة الأمثل لتنظيف العالم خلتهم ياخدوا منحنى متطرف أكتر وخطر أكتر. كانوا شايفين إن العالم مفيش مكان فيه للمشردين اللي فشلوا في إنهم يوفروا لنفسهم بيت، طبعاً ومتعاطين المخدرات والمثليين والعاهرات، وأكيد الشيوعيين اللي بيطالبوا إن الناس دي كلها تتساوى. ووصل بيهم الأمر لرفض الكهنة اللي مش بيطبقوا الدين بحذافيره وبيشجعوا على التعايش مع العالم الجديد. كانوا بيقضوا وقتهم كله في شتيمة أي شخص مش بيعجبهم، وكانوا شايفين إن حق الوجود ليهم هم واللي شبههم بس، دونا عن بقية البشر. وبما إن الفترة دي كانت كلها اضطرابات في إيطاليا، فلقى الصديقان إن الوقت جه علشان حملة التطهير الخاصة بيهم تتعمل، وبدأوا في إنشاء منظمة خاصة بيهم اسمها لودفيج. شعارها كان: إيماننا هو النازية، وعدالتنا هي الموت، وديمقراطيتنا هي الإبادة. حضروا قنابل مولوتوف وأسلحة نارية وسكاكين وفؤوس، واستنوا لحد ما لقوا اللي بيدوروا عليه أخيراً. وفي 25 أغسطس سنة 1977 بدأوا الهجوم الأول. زوجين خسروا كل فلوسهم، وكل واحد فيهم عايش في عربية منفصلة، بيوقفوهم دايماً ورا بعض ويناموا. طبعاً الصديقين شافوا إن دول ملهمش حق في الحياة، فولعوا قنابل المولوتوف
ورموها عليهم. الزوج اتفاجئ إن عربيته بتولع وجري بسرعة براها بعد ما النار كانت مسكت فيه، ومراته برضه طلعت بره عربيتها بس إصابتها كانت أقل منه. اتنقل الزوج لقسم الحروق في فيرونا، واللي أشرف على علاجه سيلفانو فورلان رئيس القسم وأبو ماركو. لكن الزوج مات بعد أيام قليلة من الحادثة وكان عنده 39 سنة. وفي 19 ديسمبر سنة 1978 كان الهجوم الثاني. بارمان بيشتغل في أحد البارات. لما كان بيخلص شغله كان بيروح لواحد من الشوارع المشبوهة اللي كانت بتشتهر بدعارة المثليين، ووقت ما كان واقف مستني زباين لقى شابين وسيمين قربوا منه. عرض عليهم تقديم خدماته، وأول ما اتفقوا على السعر راح معاهم لمكان هادي جوه عربيته، وهنا فضلوا يضربوا فيه بالسكاكين في كل جسمه لحد ما بقى جثة غرقانة في الدم، وسابوا مسرح الجريمة ومشيوا. ما أخدوش وقت طويل علشان يهجموا على ضحية جديدة، وفي 12 ديسمبر سنة 1979 كان الهجوم الثالث. مدمن مخدرات عنده 23 سنة في مدينة البندقية. فضلوا مراقبينه لحد ما ظهروا قدامه فجأة وضربوا دماغه في الحيطة أكتر من مرة لحد ما وقع على الأرض غرقان في دمه، وبعد كده نهالوا عليه بالسكاكين بتاعتهم لحد ما مات، وسحبوا جثته ورموها في البحر. لكن المفاجأة إن المشهد ده كان بيتفرج عليه واحدة من الشباك بعد ما سمعت صوت الشجار العنيف اللي دار بينهم، وشافت بعينيها مقتل الشاب اللي عارفة شكله كويس لأنه كان متعود يتعاطى المخدرات في الزقاق اللي قدام بيتها. اتصلت الست بالشرطة وحكت لهم كل اللي شافته عشان الشرطة تعتبر إن القضية تصفية حسابات بين مدمنين المخدرات، واعتقلت 2 من أصدقاء الضحية، وبعدين أطلقت سراحهم لعدم كفاية الأدلة. ويوم 20 سبتمبر سنة 1980 كان الهجوم الرابع. شافوا المجرمين واحدة وهي بتعرض نفسها علشان تلاقي زبون. قربوا منها ببطء وفضلوا يضربوا فيها بالفؤوس بتاعتهم لحد ما ماتت. بس هم شافوا إن كل ده مش كفاية، وإن الوقت جه علشان يعلنوا عن نفسهم وعن المنظمة السرية بتاعتهم. ويوم 4 نوفمبر سنة 1980 بعتوا رسالة للشرطة استقبلها المدعي العام، أعلنوا فيها مسؤوليتهم عن كل الجرائم اللي اتكلمنا عنها، ووصفوا المكان بالكامل وسلاح الجريمة. بس الأحداث دي ما أثارتش الرعب في إيطاليا اللي كانت في الوقت ده بتعدي بما يسمى بسنوات الرصاص، وكانت دي ذروة انتشار الإرهاب السياسي. ويوم 24 مايو سنة 1981 كان الهجوم الخامس. قرروا إنهم يولعوا في برج كان مأوى للمشردين ومدمني المخدرات وبعض الطلبة اللي ما عندهمش مكان يعيشوا فيه. وطبعاً بعتوا رسالة للشرطة أعلنوا فيها مسؤوليتهم عن الهجوم الإرهابي. فولفجانج وماركو كان طول الوقت حاسين بالغضب وشايفين إن الحمل اللي فوق كتفهم تقيل جداً، لأن المجتمع لسه متخاذل ومنحط، لدرجة إنهم كانوا شايفين إن مفيش حد من حقه الاعتراض على عقابهم العادل على الناس اللي من وجهة نظرهم طبعاً بيعيثوا فساداً في المجتمع، حتى لو كان من بينهم رجال دين. وعلشان كده المرة دي حطوا عينيهم على منظمة للرهبان كانوا بيعتنوا بالناس اللي ما عندهمش حد يساعدهم. المنظمة دي كانت بتساعد كل الناس لدرجة إنها ما كانتش بتهتم اللي بتساعده ده لو كان مثلي الجنس أو مدمن أو أي حاجة تانية. أي شخص محتاج للمساعدة كانوا بيساعدوه. وفي 20 يوليو سنة 1982 بدأوا يزدادوا بشاعة في اختيار ضحاياهم. هنا قرروا الصادقين إنهم هياخدوا الفؤوس بتاعتهم وراقبوا 2 من الرهبان، وكالعادة نزلوا عليهم بالفؤوس في الشارع وفضلوا يضربوا فيهم وبعدين ذبحوهم عقاباً ليهم على عدم التزامهم الديني. وفي فبراير سنة 1983 سمعوا إشاعة إن في أب اسمه أرماندو عنده 71 سنة هيسيب وظيفته بسبب علاقة عاطفية مع أحد الشباب، فهجموا عليه وهو في الطريق مروح لبيته. كانت الدنيا بتمطر بعد ما خلص شغله في الدير، اتفاجئ بيهم بيهجموا عليه. لكن أثناء الهجوم ده كان معدي أحد كهنة الدير ولمح في الضلمة ناس بتجري علشان تختفي في واحد من الشوارع الجانبية.
ولقى قدامه الأب أرماندو بيموت على الأرض وفي صليب مغروس في راسه وجسمه مليان جروح عميقة عشان يموت بعد أيام قليلة في المستشفى. بعد ما اتأكدوا من شطارتهم في القتل شافوا إن التطهير لازم يكون أسرع من كده علشان هدفهم يتحقق قدام عينيهم. يوم 14 مايو سنة 1983 بيبدأ فصل جديد في حياتهم عنوانه القتل الجماعي. كانت ميلانو مليانة بنوع من السينمات اسمه السينما الغير أخلاقية، وكان من السينمات دي سينما اسمها أيروس بتعرض الأفلام دي الساعة 9 بالليل، بخلاف إن كان في بعض التصرفات الغير أخلاقية اللي بتحصل داخل قاعات السينما. وأكيد دلوقتي إحنا عارفين الشابين دول هيعملوا إيه. لبسوا بدلتين سود وبدأوا يتحركوا حوالين المكان وهم معاهم شنط محدش عارف ايه اللي جواها، ودخلوا بسرعة للسينما على انهم عايزين يلحقوا العرض. واول ما النور اتطفى بدأت النار تتصاعد جوه القاعة والدخان بقى كتير جدا عشان العرض ينتهي بحرق 6 أفراد. وبعد ما خلصوا المجرمين نشر إجرامهم جوه حدود إيطاليا شافوا إن هم محتاجين يرجعوا لوطنهم الأم ألمانيا، واللي كانوا مش مستوعبين إن هي ممكن تكون أسوأ حال من إيطاليا مع موجة التحرر اللي كانت حاصلة وقتها، ورغبة الناس إن هم ينتفضوا ضد العادات والسياسات القديمة ويمحوا كل الذكريات دي زي ما أسقطوا النازية. وطبعا التغيير ده شمل عدم الالتزام بالآداب العامة كمان، فكانت الشوارع مليانة بالدعارة والمخدرات. في يوم 7 يناير سنة 1984 اتحرك الشابين المجرمين لنادي ليفربول الجنسي وجابوا عبوتين مليانين بنزين وولعوا في النادي كله. وما عداش غير وقت بسيط جدا عشان الناس تبدأ تصرخ في كل مكان، والحريق انتشر بسرعة مخيفة. اتصاب 7 وفي ضحية واحدة ماتت، كان عندها 21 سنة وبتشتغل نادلة في المكان ده. الشرطة عملت إجراءات مكثفة في المكان لكن ما لقوش أي حاجة بتدل على الفاعل إلا شنطتين كان لونهم أزرق ومنبه. بعدها رجعوا المجرمين لإيطاليا، وفي يوم 4 مارس سنة 1984 كانت العملية الأخيرة أو المحاولة الأخيرة. كان في ملهى اسمه ميلامارا في مقاطعة مانتوا عامل حفلة تنكرية، وحضر الحفلة دي أكتر من 300 شاب، بس كان بينهم 2 نواياهم مختلفة. فضلوا يراقبوا الاحتفال بصمت وهم ماسكين الشنط الزرقاء بتاعتهم اللي جواها بنزين، واللي بدأت تنقط البنزين على الأرض. وبسبب إن المكان كان حجمه صغير بالمقارنة مع عدد الأشخاص الكبير اللي جوه، الناس بدأت تشم ريحة البنزين. في اللحظة دي الشابين قرروا إنهم ينفذوا جريمتهم بسرعة، لكن حارس المكان أخد باله وجري وراهم علشان يوقفهم. رموا عليه علبة البنزين بسرعة ورموا الولاعة وراها، بس ما حصلش حاجة، والحارس قدر إنه يمسكهم لحد ما تيجي الشرطة. بس هنا في سؤال مهم، هو ليه ما حصلش حريقة لما رموا الولاعة؟ وهنا هنرجع بالزمن لسنة واحدة بس، يوم 13 فبراير سنة 1983 لما حصل حريق بسبب ماس كهربائي جوه قاعة من قاعات السينما في تورينو. القانون فرض وجود عدد من طفايات الحريق وإنهم يستخدموا أشياء غير قابلة للاشتعال زي السجاد اللي موجود في المكان. علشان كده لما رموا البنزين على الأرض مفيش حاجة حصلت. لما الشرطة اعتقلتهم كان باين عليهم اللامبالاة، ولما بدأ استجوابهم عن ليه حاولوا إن هم يولعوا في الملهى الليلي، إجابتهم كانت إن اللي حصل ده مجرد هزار عشان ينتقموا من بنت اسمها دانيلا. بس تحت الضغط اعترف فولفجانج إنهم كانوا متعمدين يولعوا النار، وإنه بيكره الملاهي الليلية وإنها أماكن للهلاك. ومن طريقة كلامه بدأ المحققين إن هم يشكوا في وجود رابط بين الشابين دول ومنظمة لودفيج، غير إن اللي حصل ده فيه شبه كبير بينه وبين اللي حصل في ملهى ليفربول. فبدأوا يطرحوا عليهم أسئلة أكتر، وخصوصاً على فولفجانج اللي كانت عصبيته باينة جداً وبيتكلم بهستيرية، بعكس ماركو اللي فضل هادي وبيفكر في طريقة يخرج بيها نفسه من الموضوع كله. وأثناء التحقيقات
رجال الأمن فتشوا بيوت الاتنين. أول حاجة لقوها كانت مجموعة أوراق عليها شعار المنظمة وبعض مطالب المنظمة دي في بيت فولفجانج، ولقوا كمان في بيته مسرحية إيطالية اسمها مغامرة مسيحي متواضع، اللي بتتكلم عن كاهن بيسيب الجبل اللي كان عايش فيه وبيقرر الانتقام من الناس اللي نشروا الفساد جوه المدينة، وكان بيصارع السلطات علشان يحقق ده. المحققين عرضوا على ماركو وفولفجانج الورق اللي مرسوم عليه شعار المنظمة، بس هم فضلوا مصرين إن الورقة دي كمان كانت هزار. لكن والدة فولفجانج اتعرفت على المنبه اللي لقوه في مسرح الجريمة في ملهى ليفربول، ومع تراكم الأدلة عليهم وضغط المحققين ماركو حاول إنه ينتحر، وفولفجانج اللي بيعاني من جنون العظمة والشخصية الهستيرية حاول برضو إنه ينتحر مرتين علشان يخلصوا من التحقيقات المرهقة اللي هتجبرهم إن هم يفتنوا على بعض. وأثناء ما كان لسه التحقيق مستمر، حكايتهم بقت مادة مهمة جدا للصحف اللي كان الجمهور بيقابلها بصدمة واندهاش كبير. إزاي الشابين الصغيرين دول هم اللي نفذوا الكم ده كله من الجرائم؟ وبقى في نظريات بتقول إن ليهم شركاء، وده شيء لسه محدش عرفه لحد دلوقتي. ده غير إن في ناس اتكلمت عن غرابة العلاقة بين الشابين دول، وإن جرائم القتل اللي من النوع ده غالباً العلاقة بتكون بين راجل وست مش 2 رجالة. بدأت محاكمتهم يوم 1 ديسمبر سنة 1986 في فيرونا، وتم إدانتهم بارتكاب 10 جرائم قتل والتسبب في 40 إصابة، بالرغم من إن عدد الضحايا الفعلي لجرائمهم كان حوالي 28 شخص، بس تم إسقاط باقي التهم لعدم كفاية الأدلة. وسنة 1987 اتحكم على الاتنين بالسجن لمدة 30 سنة، والحكم اتخفف بعد كده ل27 بسبب التقرير النفسي اللي أثبت إن الاتنين بيعانوا من مرض الاضطراب العقلي والفصام، وإنهم مختلين جزئياً. سنة 1991 ماركو قدر إنه يهرب قبل ما محكمة النقض تنطق بالحكم النهائي. هرب للحدود السلوفينية وغير اسمه، بس اتقبض عليه بعد 4 سنين في جزيرة كريت في اليونان اللي كان بيشتغل فيها مرشد سياحي ومدرس إيطالي، ورحلوه علشان يكمل عقوبته وكمل دراسته جوه السجن، وتخرج بمرتبة الشرف في هندسة الكمبيوتر، وتم إطلاق سراحه سنة 2009 وراح يعيش في ميلانو. وبعد شوية وقت ماركو طلب العفو من البابا فرانسيس، وبالرغم من إنه طلب المغفرة بنفسه إلا إنه هو فضل مصر على براءته هو وفولفجانج، واتقطعت العلاقة بين الاتنين من ساعة ما اتقبض عليهم، وخصوصاً فولفجانج اللي حس بالخيانة لما عرف إن صاحبه هرب وسابه. وتم إطلاق سراح فولفجانج سنة 2006، يعني قبل شريكه ب3 سنين، وفضل عنده مراقبة مع الأطباء النفسيين اللي أكدوا إن سلوكه لسه خطر على المجتمع لحد سنة 2021 اللي اتصاب فيها بغيبوبة، واتقال إنه مش هيصحى منها مرة تانية، ومات يوم 25 أكتوبر سنة 2024. أما فورلان فلسه عايش لحد دلوقتي. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. مع السلامة.